داك الفقيه اللي كلشي كيهضر عليه ديال بني حمد كيقولوا قتل شي حد ما قتل شي حد، واش دابا كتعجبوا كتقولوا الفقيه قتل وكذا؟ وشنو هو الفقيه حسابك؟ الفقيه كيقول لك دي على قوالو اللي كيقول وما تديش على فعالو، ها الاولى. وثاني حاجه باش نقول لكم، ما عمركم تستغربوا من شي حاجه. ادم عليه السلام عاش في الجنه ونزل هو ومراته حواء عليهم السلام وعلى الانبياء اجمعين السلام، وناض سيدي ولدو قابيل قتل هابيل. قصه راه في راسكم، علاش على هذيك تزوج بها لا ما نتزوجش بها لا نتزوج بهذيك، ناض قتل خاه صافي. الله سبحانه وتعالى كيقول له هذاك يتزوج بهذيك وهذيك يتزوج بهذاك، وهذاك اللي باغي صحه يتزوج بهذيك اللي باغي هو. يعني راه ما بقاتش في فقيه ولا ولد نبي ولا بوه نبي ولا شي حاجه، ولا راه بواه تم وجدودهم وعمامهم انبياء وداروا الفضايح الكحله. سيدنا يوسف عليه السلام. والمهم راكم هادشي كله كيجي من الخبث ديال النفس. النفس كتكون خبيثه. كيقول لك النفس كالدابه ان ركبتها حملتك وان ركبتك قتلتك. تصور ان الحمار جا ركب فوق منك ما يقتلكش، يسالي معك صافي، الا ركب عليك الحمار راه صافي الله يعاون.